السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في درس جديد على مدرستكم الإلكترونية مدرسة تيوب. مدرسة تيوب بتقدم منهج المرحلة الابتدائية بشكل مجاني، كما تقدم كل ما يهم الأسرة والطفل. أيضا تقدم معلومات مهمة لناشري الفيديوهات على اليوتيوب. النهاردة هنتكلم على العناصر اللي موجودة حوالينا في الطبيعة. لما نيجي نبص على المكونات، في قبل ما نبتدي في الدرس، في ناس بتسألنا ازاي نقدر نتابع الفيديوهات اللي بتصدر عن القناة. حضرتك هتدوس على الزرار الموجود عليه سبسكرايب أسفل شاشة الفيديو، وبعد ما تدوس سبسكرايب هيطلع لك جرس. دوس على الجرس دهوت. هيتبعت لحضرتك رسالة مفادها ان في فيديو من القناة صدر. فلو حضرتك حابب ان تتابع كل الدروس اللي بتصدر عن القناة، هندخل في موضوعنا على طول. احنا دلوقتي لو جينا نبص هنلاقي حوالينا للمكان اللي احنا قاعدين فيه، هنلاقي ان مكاننا ده والله متكون من حاجات كتير. ممكن مثلا عندنا دولاب، وعندنا حوائط، وعندنا مثلا كباري، عندنا عربيات او سيارات. كل حاجة حوالينا مكونة، يعني عبارة عن مواد مختلفة جدا حوالينا في المجتمع بتاعنا أو في المحيط بتاعنا. كل الحاجات اللي حوالينا دي كلها مكونة من زي ما نقول كده الطوب بقى بتاعها الصغير. يا ترى بقى كل الحاجات اللي حوالينا دي مكوناتها ايه؟ الحاجات اللي حوالينا دي كلها مكوناتها من عناصر، مكونة من عناصر. ايه هو بقى تعريف العنصر؟ العنصر هو أبسط صورة توجد عليها المادة ولا يمكن تحليلها إلى مادتين أو أكتر. العنصر هو أبسط صورة توجد عليها المادة ولا يمكن تحليله إلى مادتين أو أكتر. ده تعريف العنصر. لو احنا بصينا على كل حاجة من الحاجات اللي حوالينا هنلاقيها في الآخر هتقول مثلا والله السيارات دي مصنوعة من الحديد، السيارات دي مصنوعة من الحديد، وهكذا. هنلاقي ان كل حاجة في الآخر هتقول ان هي لا اما مركب، لا اما هي عنصر من العناصر الطبيعية، من اللي هي او هنعرف دلوقتي ايه هي الفلزات وايه هي الفلزات. لا اما هي فلز او لا فلز. بنتكلم عن المواد اللي حوالينا، طبعا بالاضافه ان احنا عندنا ده بالنسبه للمواد اللي هي هنقول عليها غير عضويه، المواد غير العضويه. ولكن في مكونات مواد تانية عضويه مختلفه جدا برضو. ولكن احنا النهارده بنتكلم، او هنا موضوع الدرس بيتكلم عن المكونات غير العضويه اللي هي مش اصلها حاجه حيه. يعني مثلا زي الاخشاب، مثلا الاخشاب دي يعني مواد حيه، مواد عضويه. آه، ففي مكونات عضوية وفي مكونات غير عضوية. احنا النهاردة كلامنا عن المكونات غير العضوية، عن المكونات غير العضوية زي مثلا الحديد، زي الألومنيوم، زي مثلا أدوات الطبخ بتاعتنا كلها. كل ده يا ترى معمول من ايه؟ حاجات كتير جدا هنتكلم عليها النهاردة. يبقى العنصر هو أبسط صورة توجد عليها المادة ولا يمكن تحليلها إلى مادتين أو أكتر. جميل جدا. المعلومة دي طبعا تعريف العنصر مهم جدا معانا. بعد كده هندخل على بعض المعلومات المهمة اللي ممكن برضو تجينا في الأسئلة. بيقول لي عدد عناصر الموجودة في الطبيعة 92 عنصر. تمام. وبلغت 118 عنصر بعد التخليق عدد من العناصر. يبقى العناصر الموجودة في الطبيعة 92 عنصر، والعلماء نجحوا ان هم يصنعوا مزيد من العناصر. يعني بقى كلهم عددهم على بعض 18 118 عنصر، 118 عنصر. يعني العلماء نجحوا في تخليق 26 عنصر. يتكون العنصر من جسيمات صغيرة تعرف بالجزيئات. العنصر بقى الواحد بيتكون من جسيمات صغيرة تعرف بالجزيئات. ويتكون الجزيء من ذرات. طبعا هو يجي هنا ممكن يجي يقول لي نقط. يتكون العنصر من جسيمات صغيرة تعرف بنقط. تعرف بإيه؟ تعرف بالجزيئات. ويتكون الجزيء من نقط. يتكون الجزيء من نقط. يتكون الجزيء من ذرات. يبقى العنصر بيتكون من جزيئات، والجزيء بيتكون من ذرات. يبقى أنا عندي العنصر بيتكون من جزيئات، والجزيء بيتكون من ذرات. يحتوي العنصر اللي معاه نوع واحد من الذرات تختلف من عنصر إلى أخرى. يعني مثلا أنا لو جيت اتكلمت على الحديد، الحديد ده بيتكون من جزيئات، والجزيئات دي بتتكون من ذرات. طيب ذرات الحديد كلها شبه بعضها. تمام. طيب لو جيت اتكلمت على النحاس، بقول النحاس هو عبارة عن عنصر. العنصر ده يتكون من جزيئات، والجزيئات دي بتتكون من ذرات.
وذرات الحديد مختلفة تماما عن ذرات النحاس. لكن ذرات النحاس كلها شبه بعضيها، ذرات الحديد كلها شبه بعضيها، لكن ذرات الحديد شبه ذرات النحاس لا، ذرات النحاس ليها تركيب وذرات الحديد ليها تركيب تاني مختلف عنها تماما. والا هيبقوا هما، لو هما الاتنين شبه بعض هيبقى في الاخر ده هيبقى مفيش اي فرق بين الحديد وبين النحاس، ولكن عشان في فروق كتيرة بين الحديد وبين النحاس في اللون وفي الخواص، فبالتالي الذرة بتاعة الحديد ليها مكون تكوين معين مختلف عن ذرة النحاس. عرفنا كده ان العنصر بيتكون من جزيئات، والجزيئات بتتكون من ذرات، وان كل عنصر بيتكون من ذرات متشابهة كلها، ولكنها بتختلف من عنصر الى اخر، بتختلف من عنصر الى اخر. ذرات الحديد مختلف في تركيبها عن ذرات النحاس، عن ذرات الالومنيوم، عن ذرات الكربون، عن ذرات الكبريت. كل عنصر ليها تركيب مختلف في الذرات، ولكن العنصر الواحد ذراته كلها متشابهه. يعني ذرات الحديد كلها شبه بعضيها، ذرات النحاس كلها شبه بعضيها، ذرات الكربون كلها شبه بعضيها. تمام كده معانا؟ يبقى احنا خدنا تعريف العنصر، شفنا العنصر بيتكون من ايه، وشفنا اتكلمنا عن ذرات العناصر، عن ذرات كل عنصر. تعالوا بقى بعد كده نشوف التقسيمه اللي قسمها العلماء للعناصر، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا بيكم بعد الفاصل. وقلنا وهنا بقى هنعرف ايه هي تقسيمة العناصر. العناصر بتنقسم الى فلزات والى لا فلزات، بتنقسم الى فلزات والى لا فلزات. طيب الفلزات، انا هقول لكم ايه اللي يتحفظ وبعدين هنشرح بالتفصيل. الفلزات لها درجة حرارة عالية. عفوا، الفلزات كلها عناصر صلبة، في درجة يعني كلها صلبة. الفلزات معظم كلها صلبة ما عدا الزئبق فهو سائل. على فكرة ممكن يقول قارن بين الفلزات واللا فلزات. فالفلزات أول حاجة عناصر صلبة ما عدا الزئبق فهو سائل. اللا فلزات عبارة عن عناصر لها درجة انصهار. اللا فلزات هي عبارة عن عناصر يبقى احنا هنقول اول حاجه هنتكلم على ان العناصر الفلزات كلها صلبه ما عدا الزئبق. طب تعالوا نشوف ما يقابلها بقى في اللافلزات. هنلاقي ان العناصر اللي في اللافلزات هنلاقي ان هي عناصر صلبه، منها عناصر صلبه زي الكربون والكبريت والفوسفور، منها السائل زي البروم، ومعظمها عناصر غازيه. وممكن ندي مثال على على الاكسجين، على الاكسجين. تمام كده؟ يبقى احنا عندنا الفلزات منها عناصر صلبه زي الكربون والكبريت والفوسفور، ومنها السائل زي البروم، ومنها العناصر الغازيه ممكن ندي مثال زي الاكسجين. تاني حاجه في الفلزات ان لها درجه انصهار وغليان مرتفعه. في الفلزات لها درجة انصهار وغليان مرتفعة، لكن في اللافلزات لها درجة انصهار وغليان منخفضة. يبقى الفلزات لها درجة انصهار وغليان مرتفعة، واللافلزات لها درجة انصهار وغليان منخفضة. ثالث حاجة في المقارنة، لها الفلزات لها قدرة على توصيل الكهرباء. اللافلزات رديئة التوصيل الكهرباء ما عدا الجرافيت اللي هو الكربون. يبقى الفلزات لها قدرة على توصيل الكهرباء، لكن اللافلزات رديئة التوصيل الكهرباء زي الجرافيت أو الكربون. الفلزات قابلة للسحب والطرق والثني، قابلة للسحب والطرق والثني، لكن اللافلزات غير قابلة للسحب والطرق والثني. تمام؟ آخر نقطة معانا إن الفلزات لها بريق، وإن كانت نقية طبعا، والفلزات ليس لها بريق. يبقى احنا اتكلمنا كده على 5 عناصر مقارنة بين الفلزات واللافلزات. أول حاجة إن الفلزات عبارة كلها عن عناصر صلبة ما عدا الزئبق اللي هو عنصر سائل، لكن اللافلزات منها الصلب زي الكربون والكبريت والفوسفور، منها السائل زي البروم، ومعظمها عناصر غازية. الفلزات لها درجة انصهار وغليان مرتفعة، لكن اللافلزات لها درجة انصهار وغليان منخفضة. الفلزات لها قدرة على توصيل الكهرباء، لكن اللافلزات رديئة التوصيل الكهرباء ما عدا الجرافيت اللي هو الكربون. الفلزات يمكن قابلة للسحب والطرق والثني، اللافلزات غير قابلة للسحب والطرق والثني. الفلزات لها بريق، اللافلزات ليس لها بريق. ده كانت مقارنة مهمة جدا بين الفلزات واللافلزات. تعالوا بقى نمسك حتة حتة. أنا ممكن أسأل أسئلة لا حصر لها، علل في الفلزات واللافلزات. تعالوا كده نشوف ممكن يسألني إزاي. يجي يقول لي
تعالوا بس كده نبتدي الاول من فوق خالص. هيجي يقول لي علل. مثلا يجي يقول لي مثلا يستخدم الذهب. الذهب في صناعة المشغولات الذهبية، او يعني اللي بيستخدم، احنا بنستخدم ليه الذهب في صناعة المشغولات الذهبية والفضة. هقول له ايه؟ لان اللي هقول سببين. اول حاجة هقول له لأنها قابلة للسحب والطرق والثني، ولأنها لها بريق. يبقى لما يقول لي ليه الحديد ليه عفوا ليه بستخدم الذهب والفضة في صناعة المشغولات الذهبية، هقول له لأنها قابلة للسحب والطرق والثني. يعني ممكن أشكلها، ممكن اجيب حته ذهب، ويجي الصانع يبتدي ان هو يدق عليها ويشكلها، ما يحصلهاش اي حاجه. طب انا ممكن اجيب حته فحمه مثلا وادق عليها شكلها، اعملها مثلا اسوره او جويشه. لا طبعا ما ينفعش، لان هي غير قابله للسحب والطرق والثني. يبقى هقول له لان الذهب والله له بريق وقابل للسحب والطرق والثني. تمام. طيب. يجي يقول لي كمان ايه؟ يجي يقول لي علل. يمكن صناعة احنا بنستخدم الألومنيوم والنحاس في صناعة الأسلاك الكهربية. هقول له ليه؟ هقول له لأن أنا بقدر أستخدمه، لأن أنا بقدر أعمل سحب وطرق وثانية للنحاس والألومنيوم. أقدر أن أنا أشكله زي ما أنا عايز أعمله أسلاك، يبقى قابل للسحب والطرق والثانية. وأن تاني نقطة وهي المهمة جدا، ولأنه قابل أو جيد للتوصيل للكهرباء. يبقى أنا بستخدم الحديد والنحاس في صناعة الأسلاك الكهربية لأنه قابل للسحب والطرق والثني، ولأنه قابل لتوصيل أو جيد للتوصيل الكهرباء. تمام. يجي يسألني برضو يقول لي علل. جاب حتة ألومنيوم، وجاب حتة من قطعة من الشمع. يقول لي علل. تستخدم الأواني المصنوعة من الألومنيوم في صناعة أواني الطهي. ليه بتستخدم في صناعة أواني الطهي؟ هقول له لأنها أول حاجة برضو قابلة للسحب والطرق والثاني أقدر أشكلها، أعملها حل، أعملها إناء. تاني نقطة لأنها جيدة التوصيل للحرارة. لما أحط الإناء على النار هيبتدي إن هو يسخن ويسوي لي الحاجة اللي جواه. فبالتالي إن هو بيوصل حرارة، وعشان كده بستخدمه في صناعة أواني الطبخ. تمام كده. لكن الشمع طبعا غير جيد، يعني مش هيسخن بالدرجة الكافية ان هو اصنع منه اي اناء. طيب. يجي يقول لي برضو من الحاجات اللي ممكن جدا يسألني عليها. نكمل مع بعض. ممكن يجي يقول لي برضو علل. م? بيستخدم بيقول لي يستخدم مثلا الزئبق في صناعة الترمومترات لقياس درجة الحرارة. هقول له لأن الزئبق هو الفلز الوحيد السائل، كما وهو كمان جيد التوصيل للحرارة. يعني أنا الزئبق بيتحط جوه الترمومتر، أما بنستخدمه في قياس درجة الحرارة. لو درجة الحرارة اما بتزيد بيبتدي ان هو حجمه يزيد، ويبتدي حجمه يزيد، فده بيديني انا علم ان درجة الحرارة زادت، بيديني علم ان درجة الحرارة زادت. فعشان هو سائل انا بستخدمه في صناعة الترمومترات، كما انه جيد للتوصيل للحرارة. من الاسئلة اللي برضو ممكن اسألها، انا ممكن اسأل اسئلة كتير جدا جدا على الموضوع التعليل. يجي يقول لي ليه بنستخدم الورق المفضد. استخدام الورق المفضد اللي بنغلف بيه الشوكولاتة، اهو الورق المفضد اللي بنغلف بيه الشوكولاتة بنستخدمه. ده بنستخدمه يعني تصنيع الورق المفضد لتغليف الشوكولاتة، او ورق الفويل من الألمنيوم. يقول لي علل. هقول له لان الألومنيوم قابل للسحب والطرق والثني. وبالنسبة لورق الفويل هقول له كما انه جيد التوصيل للحرارة. كما انه يبقى لو هو قال لي الورق المفضل لصناعه الشوكولاته، هقول له لانه قابل للسحب والطرق وثاني وهسكت. لكن لو قال لي ولو هو كمان ليه بيستخدم لصناعه ورق يعني ليه بنستخدم او على استخدام الالومنيوم لصناعه ورق الفويل، هقول له لانه قابل للسحب والطرق والثاني، كما انه جيد التوصيل للحراره.
تمام. هو هنا بيقول لي معلومة مهمة جدا برضو، ممكن يقول لي عليها علل، يقول لي علل الذهب يضاف إليه النحاس عند تشكيله. هقول له لأن الذهب عنصر لين فيتم إضافة النحاس إليه، أو الفضة أو البلاتين لزيادة صلابته. يبقى هو ممكن يقول لي علل يستخدم النحاس أو البلاتين أو الفضة عند صناعة المشغولات الذهبية. هقول له لأن الذهب عنصر لين وبالتالي يضاف إليه تلك العناصر لجعله أكثر صلابة، لزيادة صلابته. إيه تاني ممكن يسألني فيه؟ ممكن يقول لي كمان والله ممكن ال بيقول ممكن يجي يقول لي بيستخدم الجرافيت او الكربون، وده سؤال مهم وبيجي كتير في الامتحانات. يجي يقول لي يستخدم الجرافيت او الكربون في صناعة عمود البطارية. يقول لي ليه بيستخدم الكربون في صناعة البطارية، اللي هو ايه الكربون اللي هو الفحم او الجرافيت. يعني هو ليه يقول لي علل يستخدم الكربون او الجرافيت في صناعة البطارية اللي هي الحجارة، يعني اللي احنا بنحطها في الالعاب بتاعتنا. هقول له لانها جيدة التوصيل الكهربائي، لانها جيدة التوصيل الكهربائي، لانها لا فلز، وعلى الرغم من ذلك فانها جيدة التوصيل الكهربائي. فيجي يسألني سؤال تاني، علل لا يستخدم الجرافيت اللي هو الكربون في صناعة اسلاك الكهربية. احنا قلنا عرفنا معلومة دلوقتي سابقة ان الجرافيت او الكربون هو اللافلز الوحيد الجيد للتوصيل الكهربائي. تمام. ومع ذلك وعشان كده استخدمناه او الصنع يعني تم استخدامه في صناعة البطارية اللي بتستخدم في الالعاب وفي مختلف الاستخدامات. تمام. طيب ليه بقى على الرغم من ان الجرافيت او الكربون ده هو جيد للتوصيل الكهربائي الا ان احنا ما بنستخدموش في صناعه الاسلاك زي ما بنستخدم كده الالومنيوم والنحاس؟ هقول له لان على الرغم من ان الفحم او الكربون او الجرافيت جيد للتوصيل الكهربائي، ولكنه لا فلز، غير قابل للسحب والطرق والثني. انا لو جبت حته فحمه ودقيت عليها علشان اشكلها اخليها سلك زي ما عملت في النحاس والالومنيوم، دقيت عليها وشكلتها وحولتها لاسلاك، هتتكسر وعمري ما هعرف اعملها على شكل سلك. وبالتالي لان الفحم او الكربون او الجرافيت غير قابل للسحب والطرق والثني، وهو لا فلز غير قابل للسحب والطرق والثني، لا نستطيع استخدامه في صناعة اسلاك الكهرباء. تمام. ده كان ممكن في سؤال برضو تاني انا صادفني ان هو بيقول لي ان علل يستخدم الالومنيوم في صناعة الطائرات. هقول له لان الالومنيوم قابل للسحب والطرق والثني، كما ان الالومنيوم عنصر خفيف. يعني هو مثلا ممكن هو الحديد برضو قابل للسحب والطرق والثني، لكن هو بيستخدم الالومنيوم ما بيستخدمش الحديد. ليه؟ لان الالومنيوم عنصر خفيف الوزن، لكن الحديد عنصر ثقيل الوزن. فعشان كده هو بيستخدم الالومنيوم لانه قابل للسحب والطرق والثني كما انه خفيف الوزن، وعشان كده بيستخدمه في صناعة الطائرات. برضو من الحاجات المهمة اللي لازم برضو نحفظها او نذاكرها استخدامات بقى الحديد في الصناعات المختلفة والالومنيوم والنحاس والذهب. بيقول لي الحديد بيستخدم في صناعة هياكل السيارات والكباري والابواب واعمدة الانارة. الالومنيوم بيستخدم في صناعة الاواني الطهي وورق الفويل. النحاس بيستخدم في صناعة التماثيل والعملات المعدنية واسلاك الكهرباء. كمان عندي الذهب بيستخدم في صناعة الحلي اللي هو المشغولات الذهبية وأوراق التغليف خشب الصالونات. الصالون بتاعنا اللي هو لونه ذهبي ده مصنوع من أوراق الذهب. وبرضه ممكن يقول لي علل يستخدم الذهب في صناعة أوراق التغليف الخشب اللي هي الصالونات. هقول له لأنه قابل للسحب والطرق والثني، كما أنه له بريق. الكربون بقى والجرافيت زي ما احنا قلنا بيصنع منه الأقطاب الموجبة للبطارية الكهربية الجافة اللي هو حجر البطارية. يبقى الكربون واحنا قلنا ليه هو بيستخدم في صناعة حجر البطارية، واسمه العلمي حجر البطارية اسمها العلمي الأقطاب أو القطب الموجب للأعمدة الجافة. القطب الموجب للأعمدة الجافة. الجرافيت بيستخدم في صناعة القطب الموجب. البطارية اسمها العلمي العمود الجاف.
البطارية اسمها حجر البطارية اسمها العلمي العمود الجاف. الجرافيت او الكربون بيستخدم في صناعة القطب الموجب للعمود الجاف. وهو تعالوا كده نرسم رسمة كده توضيحية. عفوا. دلوقتي انا هرسم كده رسمة توضيحية دي البطارية من جوه. ادي البطارية من جوه اهي. بيبقى في النص كده هوت في اسطوانة عبارة عن كربون او جرافيت. بتبقى هي بتمثل القطب الموجب او هنا بيبقى حواليه سالب. مرة تانية بتبقى حوالينها سالب وموجب وسالب بقى بيخلي الكهرباء تشتغل. فبنقول على الكربون ده القطب الموجب، وبنقول على الحجارة دي بنقول عليها العمود الجاف. بنقول على الحجارة بنقول عليها العمود الجاف. تمام كده. هو هنا بيلخص الكلام اللي احنا قلناه كله، فلا داعي لتكراره. بيقول لي ان العناصر بتنقسم الى فلزات ولا فلزات. بيقول لي ان الخواص كلها اللي احنا قلنا عليها، وبيديني امثله على الفلزات واللا فلزات. طبعا مهم جدا ان احنا نعرف نقارن بين الفلزات واللا فلزات. مهم جدا ان احنا يقول لي تنقسم العناصر الى نقط ونقط، اقول له فلزات ولا فلزات. هيقول لي العناصر مكونه من نقط، هقول له جزيئات، والجزيئات مكونه من نقط، هقول له الذرات. بيقول لي ان الجزيئات يقول لي صح ولا غلط. جزيئات الذرات العنصر الواحد متشابهه تماما، هقول له صح. هيقول لي طب ذرات العناصر المختلفه متشابهه تماما، هقول له غلط. وطبعا اسئله التعليلات اللي احنا قلناها اثناء الشرح اسئله كثيره جدا. ما فيهاش اي مشكله. هي ولكن قلناها تقريبا كلها مع بعض. وده كان درس النهارده. هيظهر لكم على الشاشه دلوقتي كل دروس العلوم اللي اديناها قبل كده. كمان هيظهر لكم دروس الدراسات، وهيظهر لكم كمان معلومات مهمه عن مذاكره الانجليزي، ازاي احنا نذاكر انجليزي نتفوق فيه. هيظهر لكم برضو معلومات مهمه عن الرياضيات. أرجو أن تكونوا استفدتوا من الدرس. ولو حد عنده أي سؤال أو أي استفسار يسيب تعليق أسفل شاشة الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.